هنحضر مع بعض اطعم والذ حلا موس شوكولاته، ممكن تدوقوه ب3 مكونات بس وفي 5 دقايق. ويلا بينا نشوف هنحضرها ازاي. معانا هنا كوب معياري 250 مللي من الحليب كامل الدسم بالشكل ده، وننزل بيه في كسرولة ونسخنه على البوتاجاز، ونفضل نقلب فيه كده عشان ما يتحرقش مننا لغايه ما يسخن معانا خالص. وبعد كده هننزل بيه في بوله واسعه. ومعانا هنا 190 جرام من الشوكليت شيبس، لو ما فيش شوكليت شيبس ممكن تستخدموا مكانه شوكولاته مطبخ او شوكولاته دارك زي ما تحبوا. هنقلب بالشكل ده، وطبعا الشوكولاته هتسيح معانا عشان الحليب سخن جدا. وبعد كده هنا معانا كوبايه من الكريم شانتيه 250 مللي برضو، وكوبايتين الا ربع من الحليب الكامل الدسم، ونقلبه بالشكل ده عشان لما نضربه بالمضرب الكهربائي ما يطرش مننا ويبهدل المكان. بعد كده هنجيب المضرب الكهربائي ونشغله لغايه ما يتضاعف معانا بالشكل ده ويبقى قوام متماسك. شايفين الجمال؟ هنقلبه بالشكل ده. بعد كده هننزل بمعلقه بمعلقه على الشوكليت شيبس والحليب، ونبدأ نقلبه كده لغاية ما الكريمة تختفي معانا، ونكمل بنفس الطريقة على مراحل بالشكل ده، ونفضل نقلبه كده لغاية ما يختفي معانا. شايفين القوام حلو جدا بدون جيلاتين. هنجيب الكاسات اللي هنقدم فيها وننزل بموس الشوكولاتة بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا لو حابين بقى مستعجلين ممكن تحطوه في الفريزر شوية، يعني لو مش مستعجلين حطوه في التلاجة عادي لمدة ساعتين. وبعد كده نبشر شوكولاتة بشرناها وحطيناها في التلاجة شوية لغاية ما تبرد. وبعد كده هنزين الكوبايات بيها او الكاسات بيها، هنزين كده حلى الموس الشوكولاتة روعة.